اهلا بيكم في فيديو جديد في قناة اكلات ووصفات. لو اول مرة تشوفونا يا ريت تعملوا لنا اشتراك للقناة علشان يوصلكم كل الفيديوهات بتاعتنا. النهارده بقى عايزين نعمل كحك العيد، كحك زي بتاع المحلات بالظبط، نفس الشكل ونفس الطعم ونفس الريحة. عايزين نعمل كحك يكون خفيف على المعدة، نستخدم فيه كمية بسيطة من السمنة. عايزين نعمل الكحك بتاعنا بطريقة مختلفة وبمكونات سهلة خالص. عايزين نعمل كحك يكون بيدوب في البق وفي نفس الوقت بيتقطم والقوام بتاعه متماسك وشكله حلو. تعالوا اما نشوف الكميات اللي موجودة معانا والمكونات اللي احنا هنستخدمها في الفيديو بتاعنا. اولا انا عندي كيلو وربع من الدقيق، الكميه اللي هشتغل عليها كيلو وربع من الدقيق. عندي كوبايه لبن، والكوبايه بتاعتي زي كوبايه الشاي، بضيف عليها معلقتين 2 كبار من السكر. وعندي قطعه خميره بيره او قطعه الخميره الفوريه، لكن انا بحب الخميره البيره. عندي بقى الكيلو وربع من الدقيق بضيف عليه المكونات الجافه، كيسين من الفانيليا وكيس من البيكنج باودر، وبضيف كمان كيس من اللبن البودره، وعندي كمان معلقتين 2 كبار من النشا، وعندي كمان معلقتين 2 كبار من السمسم انا محمصاهم. وابدا ان انا اقلب كل المكونات الجافه دي مع بعضها. الدقيق اللي انا مستخدماه اللي هو الكيلو وربع ده عباره عن دقيق متعدد الاستخدامات او متعدد الاغراض. يعني الدقيق بتاعنا مش الدقيق بتاع الكحك، كل ما يكون جودته كويسه كل ما الكحك بتاعنا هيبقى كويس. نبدا بقى نشوف السمنه. كميه السمنه اللي انا هستخدمها على الكيلو وربع الدقيق هو عباره عن نص كيلو من السمنه. نص كيلو سمنه دول انا بفصلهم، ربع كيلو لوحده وربع الكيلو التاني انا بسيبه على جنب. الربع كيلو الاولاني باخده في الطاسه واروح اسخنه كويس على البوتاجاز لحد ما بتغلي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين الربع كيلو الاولاني لما غلي تحس ان هو عمال يغلي حتى وانا بحطه على الدقيق، وهقلبه كويس. والربع كيلو التاني اللي انا كنت سايباه في جنب انا حطيته في الطاسه وقت في جنب يسخن. بحراره الطاسه هتبدا ان هي تسخنها او تبدا ان هي تسيحها حاجه بسيطه. وابدا بقى ان انا اقلب الدقيق اللي موجود معايا ده، هقلبه كويس في ربع كيلو السمنه الاولاني اللي انا ضفته. يبقى الكيلو وربع من الدقيق استخدمت فيهم نص كيلو سمنه. لو هستخدم كيلو واحد من الدقيق يبقى بنستخدم 350 جرام من السمنه. نزلت بقى بالربع كيلو اللي متبقي معايا اللي كنت انا حاطاه في الطاسه زي ما انتم شايفين. وهبدا بقى ان انا افرك الدقيق في السمنه كويس بحيث ان الدقيق بتاعي يشرب كل كميه السمنه اللي انا حطاها. يعني زي ما بيقولوا كده ابسه او ان انا افركه بايديا. شايفين بفرك ازاي بحيث ان كل الدقيق اللي موجود معايا يشرب كل كميه السمنه اللي انا حطاها. في ناس كتير بلاقيها بتستخدم كميه كبيره من السمنه عن ال 350 جرام. لو هي مستخدمه كيلو فالمفروض ان احنا بنستخدم 350 جرام. بلاقيهم ان هم بيزودوا الكميه عن كده. المفروض ان هو بيخلي الدقيق او العجينه اللي موجود معايا بيخليها ان هي ناعمه قوي او دايبه قوي، وبالتالي بتوجع المعده. فاحنا عايزين تكون الكحكايه بتاعنا خفيفه على المعده، فبنستخدم كميه بسيطه من السمنه. فعندي النص كيلو سمنه استخدمتهم على كيلو وربع من الدقيق. شايفين بقى مع الوقت ومن كتر ما انا بفركها بايديا دي بقت شكل العجينه بتاعتي. طبعا بعمل لها تيست كده ان انا باخد العجينه بتاعتي وابدا ان انا يعني اعملها بصبعي حاجه بسيطه كده اشوفها بتشقق ولا لا. زي ما انتم شايفين كده ما فيهاش اي تشققات، يبقى كده العجينه بتاعتي بقت مظبوطه. هبدا بقى ان انا انزل عليها بكوبايه اللبن والخميره اللي انا كنت سايباها في جنب. وهبدا ان انا الم المكونات بتاعتي، يعني مش بعجن، انا بس بلم المكونات بتاعتي بحيث ان العجينه تشرب اللبن اللي موجود معايا. طبعا في المره الاولانيه وانا بعمل التست يعني خدت مني حوالي نص ساعه وانا عماله بفركها بالشكل ده. خلاص طيب دلوقتي بقى انا بنزل بيها بكوبايه اللبن اللي موجوده معايا والم المكونات كويس زي ما انتم شايفين كده علشان خاطر العجينه اللي موجوده معايا تبدا انها تشرب كل كميه اللبن. وابدا برضو ان انا اعمل لها تيست تاني اشوف هل لسه العجينه بتشقق معايا ولا ما بتشققش. لو طلعت ان العجينه كويسه معايا خلاص انا كده العجينه بتاعتي بقت مظبوطه. لو لقيتها ان هي بتشقق، في ناس كتير تقول لك احنا نضيف سمنه. لا انا مش هضيف سمنه، انا ممكن اضيف عليها لبن وممكن نضيف عليها ميه احسن. بلاش نكتر في السمنه كتير عشان تكون العجينه بتاعتنا خفيفه وما تكونش دايبه مننا. هبدا بقى اخد الملبن اللي موجود معايا اي كميه انت عايزاها، هتبداي ان انت تحطيها في حته سمنه كده وتفركيها بايدك بالشكل ده. يعني بس حطيت حته سمنه وحطيت فيها الملبن وابدا ان انا افركها بحاجه بسيطه بايديا. وعند الصينيه بتاعتي دهنتها زيت عشان خاطر انا هاخد الملبن ده واقطعه قطع صغيره خالص. شايفين لان انا هحشي الكحك بتاعي بالملبن. زي ما انتم شايفين كده دي كميه الملبن اللي موجوده معايا، تقدروا ان انتوا تزودوها او تنقصوها. كميه الملبن عملت الصينيه اللي انتوا شايفينها دي. طبعا الكحكه بتاعتي او العجين بتاع الكحك انا ما بسيبوش ان هو يخمر، لا ده انا بشتغل عليه على طول مش زي العجين الباقي. هبدا بقى ان انا يعني اعمل بايدي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده واحط فيها قطعه الملبن وابدا ان انا اقفلها كويس من كل الجهات، بكورها بالشكل ده بحيث ان الملبن ما يخرجش معايا وانا بحطه في الفرن. يعني بقفل الكحكايه بتاعتي كويس جدا من كل الجوانب.
وممكن ان احنا نقلل كميه الملبن عن كده. في ناس بقى ممكن تحشيها عجوه، في ناس ممكن تعملها ساده، اللي انت حباه، بس احنا بنكورها كويس قوي عشان الملبن بتاعي ما يخرجش من الجوانب وانا حطاها في قلب الفرن. انا بستخدم الفرن العادي خالص وبخليها نار هاديه. في ناس ممكن تستخدم فرن البوتاجاز على درجه حراره 150، انا بستخدم الفرن العادي. شايفين انا بعملها ازاي وقطعه الملبن فيها؟ ممكن ان احنا نقلل قطعه الملبن عن كده علشان ما تبقاش خارجه معايا. هبدا بقى ان انا انقشها كويس. ممكن في ناس بتنقشها بالمنقاش، في ناس ممكن تستخدم البصامه، في ناس بتستخدم الشوكه، ايا كان اللي موجود معاكي. وبرده ما بنسيبهاش ان هي تخمر، يعني على طول هما ممكن بس 3 4 دقايق وابدا ان انا انقشها بالشكل ده، وبحضر الصاج بتاعتي او بحضر الصينيه اللي انا هحط فيها. يعني ما بنسيبهوش يخمر، ما بنطولش عليه عشان الريحه بتاعته ما تطلعش او ما يبصش معانا. زي ما انتم شايفين كده بنعمل بقى الاشكال اللي احنا عايزينها وبنخلص كل الكميه. عايزه اقول لكم الكيلو وربع من الدقيق ده عمل معايا كميه كبيره جدا، يعني مش بس الصينيتين اللي انتم شايفينهم دول، ده عمل كمان قد الصينيه الكبيره دي، يعني عمل كانهم صينيتين اتنين كبار وصينيه من الصغيره. شايفين الشكل بتاعهم؟ هبدا بقى ان انا ادخلهم في الفرن اللي هو الفرن العادي على نار هاديه خالص، وهبدا ان انا اسيبهم مع نفسهم ان هم يستووا. شايفين الشكل بتاعهم بقى عامل ازاي؟ الملبن ما خرجش معايا، شكله حلو قوي. شايفين بيتكسر معايا بسرعه، وفي نفس الوقت لما نيجي ناكله بنلاقي ان هو دايب، سمنته خفيفه على المعده عشان ما يتعبناش، ما خدش مننا اي وقت. ما بنستناش ان هو يخمر معانا، لا كله بسرعه جدا، ما خدش مننا اي وقت، وزي بتاع المحلات بالظبط، نفس الطعم ونفس الريحه ونفس الشكل. يعني يا ريت تجربوه وتقولوا لي رايكم. شايفين الشكل بتاعه؟ ممكن بقى ان احنا ننزل عليه بشويه سكر، بننخلهم كده باي حاجه موجوده عندك بشويه سكر. شايفين الشكل؟ يعني تحفه. يا ريت تجربوه وتقولوا لي رايكم، واستنونا ان شاء الله في فيديو جديد في قناه اكلات ووصفات. ويا ريت ما تنسوش تعملوا لنا اشتراك للقناه.